يا صباح الخير، يا صباح الهنا والسعادة والسكر الزيادة على أحلى متابعين. أول حاجة بشكر كل اللي دخل عندي القناة وبقول له أنت نورتني، وبشكر كل اللي بيحط لايك. طبعا أنا بطلب مرة واحدة في الفيديو، ما بحبش أطلب كتير، فإن كل اللي بيتفرج يحط لايك ده حاجة من ذوقه. وطبعا أنا الحمد لله كل متابعيني ناس محترمة وكلها ذوق، وإن شاء الله أتمنى فيديوهاتي كلها تعجبكم. النهارده هنعمل فيديو جديد بس خفيف وحلو. فيديو ايه؟ هنعمل بانيه. هتقولي بانيه؟ ما احنا كلنا بنعرف نعمل البانيه. انا عارفه ان كلكم بتعرفوا تعملوا البانيه ويمكن احسن مني، بس احنا مش عايزه اقول لكم يعني مش هنشتري بانيه تاني من بره، احنا هنعمل البانيه في البيت. يعني ليه تروحي تدفعي في الكيلو 150 جنيه؟ 150 جنيه كيلو البانيه. طب ما انت تجيبي فرخه على بعضيها. تقولي طب هجيب الفرخه، ما بعرفش اخلي البانيه. اقول لك قدامك يا فندم اهو، اتفرجي وشوفي تخلي البانيه ازاي. اسهل حاجه خلي البانيه، ما فيهوش اي حاجه. انت هتمسكي هتطلعي الورك لوحديها، وهتطلعي الصدر لوحده، وهتمسكي بايه بالسكينه كده، هتفتحي فتحه بسيطه في ايه في العضميه اللي انت شايفاها زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. الفيديو موضح نفسه طبعا. ولما تكون سكينة حادة معاكي ده هتسهلك اكتر واكتر. ده يمكن انا عندي السكاكين مش حادة، والنعمة تدعوا لي اجيب سكينة حادة او احددهم. انا بنسى ده وبنسى ده، بنسى اجيب سكينة حادة وبنسى ان احددهم اسنهم يعني. بعد كده ايه هجيبه كده، بشيل الظهر، اي عضمايه بشوفها بخليها، وبطلع الجلد زي ما انتوا شايفين هيخلي الصدر قدامي، وبطلع كل جناح لوحده. طيب انا هجيب البانيه مثلا بشتريه بكام؟ ب150 جنيه. طب انا لو جبت فرخة زي دي 2 كيلو ونص هتطلع لي قد ايه بانيه؟ هتطلع لي كيلو بانيه لوحديه، كيلو الا ربع، بلاش كيلو، لو كيلو الا ربع. وهتطلعي الوراك لوحديها والاجنحة لوحديها والكبدة والقنصة لوحديها. ده عامله لك اكله، يعني اكلتين. لو انت مسكتي الاجنحة والكبد والقوانص الرقبة تعمليهم صينية، دي اكله. ولو مسكت الوراك هتعمل لهم اكله والبانيه اكله. يعني الفرخه طلعت لك 3 اكلات. طب الفرخه انت هتشتريها بكام؟ كيلو الفراخ بكام؟ ب85 او ب80. هتطلع لك الفرخه لو انت اشتريتيها ب2 كيلو ونص مثلا بكام؟ ب150 جنيه. لا مش ب150، يعني ب200 حوالي 30 جنيه. بس يعني عشان انا بصراحة يا جماعة ايه، على قد في الحساب، ب250 جنيه مثلا. طب انت يوم ما هتروحي تشتري كيلو البانيه ب150 جنيه، كيلو الوراك دلوقتي طبعا يدخل في 100 جنيه. ما هو مدام الفراخ ب85، قولي مثلا 90 جنيه، مش هيطلع كيلو بالظبط، هيطلع كيلو حاجة ب100 جنيه. وعندك لو جبتي مثلا الأجنحة، مش عارفة الكيلو بيقولوا ب40 جنيه ولا بكام. يعني بصي انت اللي كسبانة، انت احسن من بره. دلوقتي الغلا يا جماعة خلاص بقى امر واقع بالنسبة لنا، احنا لازم نتأقلم عليه. بس هنعمل ايه؟ هنحاول ندبرها بأي وسيلة، بأي حاجة. يعني ازاي ندبرها بأي حاجة وفي نفس الوقت ناكل اللي احنا عايزينه. يعني مش عشان الغلا احنا هنموت من الجوع، لا ان شاء الله مش هنموت من الجوع، ربنا هيدبرها لكل واحد. مفيش حد بينام من غير عشاء والله. بس احنا نحاول ندبرها. لو مثلا نفسنا ناكل حاجة، ولادنا نفسنا تاكل حاجة، اي حاجة عايزين ناكلها ناكلها، بس ايه يعني بالراحة بالتأني. يعني مثلا بيقولك ايه في الغلا ده، لو انت مثلا بتجيبي فرختين هاتي فرخة واحدة، بتجيبي 2 كيلو لحمة هاتي كيلو واحد، بدل ما تاخدي حتتين خدي حتة واحدة. ما انت لازم كده هتتأقلمي على الغلا، انت مفيش بإيدك حاجة تاني. فربنا ان شاء الله هيدبرها، وربنا هيعديها، والغلا ده هيعدي ان شاء الله، مش هيفضل كده على طول. طبعا بعد ما هتخليها زي ما انت شفتي هتعملي ايه؟ هتمسكي الصدر كده زي ما انت شايفة، هتقطعيه شرايح. الشريحة بقى اللي انت عايزاها انت بتعملي في بيتك، والله انت عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، عايزاها تخينة، عايزاها رفيعة، زي ما تحبي. بس طبعا البانيه ما ترفعهوش جامد عشان لما بيبقى رفيع بينشف في القلب، لكن لما يكون حلو كده وسط بيبقى طري وحلو. وطبعا زي ما قلت لكم
تكون سكينة حادة حلوة احسن، لان السكاكين زي ما انتوا شفت انا جربت في كذا واحدة. هنجيب نعمل بقى تتبيلة البانيه. طبعا انا خدت الوراك والاجنحة شلتهم، هعملهم اكلة تاني، وهجيب البانيه النهاردة هعمله ايه اكلة. يبقى كده انا استفدت بالفرخة على اكلتين تلاتة، زي ما قلتلك الاجنحة والكبدة والقنصة لوحديها والوراك لوحديهم، وادي صدر الفرخة لوحديه. هجيب بصلتين تلاتة، انا بعمل الخلطة بتاعت البانيه بتبل منها وبشيل منها في الفريزر مرتين، يعني ممكن اعملها الخلطة لمرتين بانيه. هجيب بصلاية ومعاها قرن فلفل احمر الوان او اللي هو العادي اللي موجود عندك، وهحط بقى معاه ايه ملح وفلفل وشطة وتوم باودر وبصل باودر وليمونة وحبة خل. بس ادي اللي بحطه انا في تتبيلة البانيه، ما بحطش اي حاجة تاني ولا. وبيطلع طري وبيطلع زي الفل، وجربيها وهتعجبك جدا. الخلطة دي بسيطة وسهلة، لكن بتدي طعم للبانيه حلو وبتخليه طري وكل حاجة، مفيهوش اي حاجة هتتلاقيها وحشة فيه، هيعجبك وجربيها. هجيب كده طبعا غسلت البانيه ونضفته وعصرت له ليمون وشطفته وصفيته وايه وطلعته كده، هحطه في ايه في التتبيله اللي احنا عملناها، وهتسيبيه بقى ساعه ساعتين تلاتة اربعة زي ما تحبي. طبعا احنا عارفين الفراخ كل ما تحط في التتبيله وتسيبيها اكتر كل ما تدي طعم واحلى، تبقى في ايه في طعمها كده. هاجي كده هحط زي ما انتوا شايفين البانيه واغطيها وهركنه في التلاجة لغايه ما ابدا اقليه. هاجي بقى انا خلاص عدى عليا ساعتين تلاتة وجبت حضرت ايه الخلطة بتاعته. طيب انا بحط ايه دقيق وبيض ولبن وبصمات، كلنا عارفين ايه الخلطة بتاعت البانيه. بس ايه هطلع كده البانيه من الخلطة، ما بخليش عليها البصل ولا ايه الخلطة بتاعتها، ما خلاص هو شرب من التتبيلة، فاحنا لو حشنا من عليه البصل مش هيحصل له حاجة. طب احنا بنشيل ليه البصل من على الخلطة، من على من على البانيه، خلطة ايه من على البانيه. بشيل البصل من على البانيه عشان خاطر ما يتحرقش مني. ما انت لو سبتي التتبيله على البانيه هيتحرق منك وانت بتقليه، وهيديكي لون كده بسرعه والبانيه ما يكونش استوى. لكن انت لما تشيليه كده بيديكي اللون الحلو وما يتحرقش منك، ولا الزيت يتحرق ولا البانيه يتحرق. بصوا انا بشيله كله وبحضره في طبق، وبعد كده بحطه في الخلطه، يعني بنضفه كده كله ما بخليهوش، وبعد كده بحطه فين في الدقيق. احط شويه في الدقيق وشويه اخليهم في الطبق كده لغايه ما اخلص اطلع اللي في الدقيق واحط فين في البيض. طبعا حطيت البيض وبعد كده ايه بدور على فكره، انا بتقولي روحتي فين، بدور على الكيس افتحه بتاع اللبن عشان خاطر هيزيد لبن مش عايزه اقطعه، فاهمني؟ يعني بقى عايزه افتح الكيس بسكينه عشان ايه الربطه بتاعته بتبقى جامده. وبحط حبه لبن على البيض وبقلبهم وحبه فلفل اسود ورشه ملح. طبعا احنا متبلين البانيه زي ما قلت لكم بصل وفلفل وملح وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وايه وشطه. لو انت حابه مش عايزه شطه ما تحطيش براحتك برضو. فانا في البيض ما بحطش غير رشه فلفل اسود ورشه ملح، لان كده كده ايه البانيه متبل عشان ما يزيدش عليه الملح. بعد كده بطلع من البيض واللبن بحط فين في البصمات. بعد ما حطيت في الدقيق بطلع من الدقيق بحط في البيض واللبن وبحط في البصمات. البصمات بتاعي ده هو بصمات او انت تشتريه في جيتار من اللي هو السايب براحتك. لو البصمات بحط عليه كيسين في جيتار وبقلبهم بيديهم طعم، يعني لو هو بصمات عادي. ولو في جيتار وعايزه تحطي برضو عليه في جيتار من اللي هو اكياس برضو بيديله طعم احلى من السايب. بس كده بطلع من هنا بحط هنا وبطلع من هنا بحط هنا. بس بعد ما بطلعه واتبله خلاص انا كده بالبيض والدقيق والبصمات بسيبه في التلاجة حوالي نص ساعة ساعة براحتك. يعني لو عايزة تقليه على طول ماشي، بس احسن وافضل انك تسيبيه في التلاجة ساعة او تحطيه في الفريزر نص ساعة وتطلعيه، عمره الكفر ما هيفك من عليه. وجربيه وشوفيه
في ناس كتيرة بتعمل البانيه وحلو زي الفل، بس مشكلتها ان الكفر بيقع من على البانيه. طب ما انت لو عملتيه كده هيظبط معاكي ويبقى زي الفل. اهم حاجة وانت بتعملي في البصمات تضغطي على قطعة البانيه، شايفين القطعة قد ايه؟ تطلع لها 200 جرام دي لوحديها. هتحطي بقى كده ايه في حبة زيت حلوين، وما تكونيش معليه النار جامد، تهدي النار يعني يبقى وسط، ولا هي واطيه خالص عشان البانيه ما يشربش منك زيت، ولا هي عاليه يتحرق منك وتطلعيه مش مستوي. طبعا احنا عارفين ان البانيه ما بياخدش سوا، بيستوي على طول، بس يطلع لك اللون حلو، يطلع لك السوا بتاعه مظبوط. عملت ايه جنب البانيه؟ عملت حبة مكرونة وحبة سلطة وزي الفل. حطينا جبنة كده كايزر وحشيناه زي السندوتشات اللي بتشتريها من بره. شوفي انت سندوتش البانيه تشتريه من بره عامل كام دلوقتي؟ مبلغ طبعا. فاحنا كل حاجة عايزين حابينها ناكلها من اي مطعم هنعملها في البيت بأكل مدبر وقليل وسعر هوين عن بره. طبعا هم ده شغلهم فلازم هياخدوا فيه مكسب، لكن احنا ليه شايفين اهو كايزر كأنك مشتريها من بره. حبة خيار، عندك كابوتشاية، طماطمايه، اللي موجود عندك تحطيه، وعمره هو ما هيش هيملالك السندوتش كده ولا هيحطلك الحاجات دي كلها. شايفين البانيه لونه عامل ازاي والقطعة قد ايه؟ انتي بقى عايزة تصغريها تقلليها